بقى كده. تعالى بقى كده. شايفين السكينة دي؟ احنا بقى هنعمل بيها ايه؟ هنذبح بيها العصافير. هنذبح بيها الايه؟ العصافير. نختار بقى انهي بقى نبدأ بايه؟ احنا نبدأ بايه بقى كده؟ هنبدأ بده. هنبدأ بايه؟ هنبدأ بده. نشيل ده كده بقى دلوقتي. هنبدأ بده عشان خلاص الواحد تعب. انا تعبت. انا تعبت. كيلو فرارس يا جماعة ب55 جنيه ومش عايز ينزل. انا بجيب كيلو من ده وكيلو من ده ب100 جنيه. هنأكل العيال ايه؟ هنأكل العيال ايه؟ خلاص احنا كده هنذبح الطيور دي. هنذبحها خلاص. خلاص عشان الواحد تعب يا جماعة. بجد تعبت. بجد قرفنا. بجد خلاص الواحد خلاص مش عارف يعمل ايه. تعالى بقى نركن البتاع دي كده. تعالى نركن بقى البتاع دي كده وهنبدأ. هنبدأ بده. ده اهو. 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 هنبدأ بايه؟ هنبدأ بده. هنبدأ بده. نبدأ بايه يا جماعة؟ قولوا لي يا ريت تقولوا لي احنا نبدأ بايه. نبدأ بده. انت خلاص كده بقيت تركيبات. انت خلاص بقيت تركيبات. قول لي انت كده ايه تركيبات؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تتباع ب20 جنيه؟ قول لي تتباع بكام؟ قول لي انت تتباع بكام؟ وانت تتباع بكام؟ وانت تتباع بكام؟ ب25؟ وانت وانت تتباع بكام؟ قول لي بجد. قول لي وانت اللي جوه في العيش انت. قول لي قولوا لي انت تتباع بكام؟ تتباع ب15 جنيه؟ قول لي. وبعد كده اجيب ايه؟ اجيب الكيلو ب55 جنيه عشان اكلكوا. ولسه السيبيا انا ما عنديش سيبيا يا جدعان. انا ما عنديش سيبيا يا جدعان. بص عظم السيبيا مش موجود. ما عنديش سيبيا. ما عنديش بليله. ما عنديش بيض. يا جماعه. يا جماعه قولوا لي. بص البيض. بص البيض. انا شايل البيض عشان الزغاليل ما تطلعش وناكلهم ونرجع نخسر فيهم. يا جماعه قولوا لي نبدا بايه؟ قولوا لي يا رجاله. مش عارف نبدا بايه. نبدا بده. نبدا بيك. نبدا. تعالي. انا كنت ببيعك ب 300 جنيه. انا كنت ببيعك ب 300 جنيه. انت بقيتي بكام دلوقتي؟ انت بقيتي بكام؟ خلاص يا جماعه الواحد خلاص زهق. تعالى انت هتبيع بكام؟ مش هاكلكم. انا مش هاكلكم. انا مش هحط لكم اكل. تمام. انا مش هاكلكم. جيبوا لي فلوس وانا هاكلكم. تمام. انتوا جيبوا لي فلوس وانا هاكلكم. انا مش عارف اكلكم. هاكلكم ايه؟ انت بتتباع بكام؟ ب50 جنيه؟ هتتباع بكام انت؟ قول لي هتتباع بكام؟ طبعا يا جماعه انتوا صدقتوا الموضوع دوت. بص يا رجاله. انا والله العظيم في ناس كلمتني كتير على الموضوع الطيور. تمام. انا قلت لهم ثواني نشد الستاره كده عشان ننور لكم. انتوا صدقتوا الموضوع ده؟ لا. انا ان شاء الله حتى يكون ب100 جنيه الكيلو انا مش هبيع الطيور. احنا هنبدأ ننظف. شايفين؟ معلش على الصورة ديت. هنبدأ ننظف يا جماعة. الطيور دي حب. الطيور دي في الدم. الطيور ديت كفاية اللي احنا بنيجي بالليل نقعد جنبهم شوية. دي تكفى. الحب مش فلوس بس يا رجالة. مش عشان احب طيوري عشان بكسب منها. انا مش تاجر. انا بحب الطيور وبحبهم جدا جدا جدا. تمام. وانا بحب اشوفهم واحب اشوف زغاليلهم. او ما شاء الله. الله اكبر. هننضف كل ده. الفيديو الجاي هتشوفوا حاجات تانية خالص. حاجات ما شفتوهاش في المزرعة هنا. تمام يا رجالة. هنبدأ ننضف. هنبدأ نروق بقى الكلام ده. استنونا بقى كده عشان ما ننضفش قدامكم. هننضف الطيور وهننضف كل حاجة وهنرجع لكم تاني. بص الحب. بص الجمال. دي اسمها طيور الحب. هي اسمها كده طيور الحب. ازاي انا اقدر استغنى عنها علشان خاطر اكلها غلي شوية. استنونا بقى ننضف كده الكلام ده كله ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا شباب. تمام. بدأنا خلاص نضفنا اهو. تمام. نضفنا كل حاجة اهو. حطينا الاكل. حطينا المية. تمام. هنبدأ نحط فيتامينات عشان العصافير محتاجة فيتامينات. هنجيب ان شاء الله الاسبوع الجاي عظم السيبيا اهو. بدأنا ننضف كل حاجة الحمد لله اهو. ورجعنا كل حاجة لطبيعتها. تمام. انا جيت انضف العشوش اتلاقيت ايه؟ قلت بقى ايه؟ العصافير دي لسه يا جماعة. يعني زي ما انت ما شايف حضرتك ايه؟ العصافير دي لسه طالعة. في عصفور لسه طالع. قلت سيبه يومين. البيضة دي بايظة. قلت اسيبه يومين بس علشان خاطر ايه؟ يبدأ يكونوا يحسوا بالدفى. تمام. اهو يا شباب. اهو. طبعا احنا ما بنقدرش نستغنى عن طيورنا. ما بنقدرش نستغنى. الطيور دي طيور زينة. احنا بنحبها علشان خاطر
بنحب قعدتنا معاها. طبعا انا مرضتش انضف هنا ليه بقى يا شباب؟ علشان خاطر الجو ساقع بالليل، الحاجات الزبل بتاع العصافير والحاجات دي بتدفيهم في الشتاء، تمام، بالذات في الزغاليل يعني. انا مرضتش انضفها علشان خاطر بتدفي المكان، بتخلي المكان دافي عندهم، مرضتش ايه انضف لهم. الناس اللي كلمتني وقالت لي على الطيور، انا مش هبيع طيور يا رجاله، انا هبقى افضل ان شاء الله داعم ليكو ان شاء الله باذن الله. اي حد هييأس ان هو يبيع عصافير او ينزل يصفي مزرعته او يصفي طيوره، بلاش يا شباب. دي فترة مؤقتة مش هتفضل كده، احنا عارفين ان مفيش حاجة هتنزل زي ما كانت، بس هتبقى بالسعر المعقول، بسعر كويس، بسعر انك تقدر تشتري طيور وتبيع الطيور وتشتري اكلك وتاكل تاكل الطيور بتاعتك. هتقدر ترجع زي الاول اللي انت كنت بتجيب حاجتك كلها. هتقدر انك تجيب عظم السيبيا، هتقدر تجيب لهم بيض، هتقدر تجيب لهم غلة، تمام. زي ما انت ما شايف كده انا كنت باكل الطيور دي كل حاجه، بس انا زيكم، انا بطلع يا رجاله اقول كل اللي انتوا عايشينه، كل اللي انتوا بتمروا بيه ان شاء الله خير، ان شاء الله الايام الجايه هتبقى كويسه. استمروا. الناس اللي عندها طيور كتير تخفها، ما تحرقش طيورها كلها. يعني انت بتاكل ب100 ب200، عايز ترجع تاكل ب100 تاني، تخف طيورك وتمام، علشان خاطر ما تخسرش الطيور. انا طالع اقول لك ان احنا مش هينفع نخسر الطيور. انا الفيديو ده طالع اقول لك اللي الناس بتفكر فيه، ان المربي بيفكر فيه، تمام. انا تحياتي ليكم وتحياتي للجميع، وبشكركم جدا على تفاعلكم على القناه، والقناه لسه صغيره هتكبر بيكم باذن الله ان شاء الله. باذن الله انا عايز على الفيديو ده 300 لايك، محتاج منكم الدعم، محتاج منكم انك تقفوا جنبي، وان شاء الله باذن الله انا هعمل لكم فيديوهات. كل اللي بيفكر فيه المربي انا بطلع افكر له فيه واطلع اتكلم عليه علني. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع، شكرا ليكم وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.